القائمه السوداء، وكان يوسف القريوطي قال ان الحكومه المصريه طلبت منهم انهم يستنوا بس ما يناقشوا قانون الحريات وانه هيتصدر بشكل سريع. فالمفروض يعني اللي واصلني واللي انا نشرته ان هي ترتيبها الخامس على القائمه السوداء، وانا اتاكدت من يوسف القريوطي من المعلومات. لا بص هقول لك على حاجه، ما هو الترتيب يعني هي وضعت بالفعل ترتيبها الخامس. لا ما هو هي موضوع، بس هي آلية المنظمه ايه؟ ان في لونج ليست بيطلع بغض النظر عن الترتيب، ثم بتجتمع لجنه المعايير وتختار عدد من الدول اللي موجوده في القائمه الطويله دي عشان يبقى هم اللي يتناقشوا في اعمال المؤتمر. ده هنعرفه النهارده او بكره. يعني هي محطوطه بالفعل ومنتظرين المناقشه. طبعا هي محطوطه لان المخالفه لم تزال، هم طلبوا اصدار قانون حريات نقابيه يتوافق والاتفاقيه 87 و98، هذا القانون لم يصدر للاسف. تباطؤ البرلمان في اقرار القانون، هل لتمرير القانون الذي اعده مركز السواعد؟ وهل القانون بتاع مركز السواعد يتضافر مع الحريات النقابيه؟ اقول لك النقطه بقى يا محمد، انك انت لما تسالني سؤال زي ده وانا واحد مفترض من المهتمين بالشان العمالي وكل زمايلنا في مؤتمر عمال مصر الديمقراطي، احنا ما نعرفش حاجه. ليه؟ احنا لم ندعى لجلسات الاستماع. جلسه الاستماع الوحيده اللي حضر فيها ممثلين لمنظمه العمل الدوليه اللي هم الاستاذ محمد الطرابلسي والاستاذ رشيد خادمي، واثنين من اتحاد العمال الحكومي اللي هو عبد المنعم الجمل والاخ حسني اللي هو رايح البتاع ده، واللي هو عنده مخالفات كان المفروض يدفعها قبل ما يسافر. واخد بالك؟ بس هيدفعها. انا يعني ذهلت، طب لما انت عامل لجنه استماع لماذا لم ندعى؟ فاتصلت بالاخ يسري بيومي وقلت له احنا لم ندعى. قال لي لا ازاي؟ انت تم دعوتك، يبقى في تقصير من الامانه العامه لمجلس الشعب، بس هيتم دعوتك. لحد الان التقصير للامانه العامه ما زال قائم، لم يتم دعوتنا حتى الان. لم يتم دعوه اي نقابه من النقابات المستقله للجان الاستماع، هي لجنه واحده. قلت لحضرتك مين اللي حضرها؟ طيب حضرتك ما اطلعتش على القانون الاجماع خالص. القانون بيحصل فيه تغيرات يوميه زي ما انت عارف، يعني لجنه القوى العامله كل يوم بتناقش، لان هم حاطين 4 قوانين وعمالين يقارنوا بينهم. واخد بال حضرتك؟ وصلوا لفين؟ بالامانه ما اعرفش. يعني حضرتك تتوقع ان في الغالب يطلع قانون توافقي ما بين ال4 قوانين؟ انا اتمنى واسعى ونناضل من اجل اصدار قانون يضمن حق العمال في انشاء تنظيماتهم النقابيه بحريه، وان تكون هذه النقابات مستقله عن الحكومه وعن الاحزاب وبالطبع عن رجال الاعمال، ويضمن لرجال الاعمال ايضا حقهم في انشاء نقاباتهم، وان هذا القانون يتوافق والاتفاقيه 87 والاتفاقيه 98 الخاصتين بالحريات النقابيه والحق في التنظيم والمفاوضه الاجتماعيه او المفاوضه العماليه. هركز على الصحافه. ده السؤال برضه، متى سيتم التعاون مع القيادات العماليه لتقديم تلك الملف؟ بكره المحامي موجود، وهنعمل البلاغ للنيابه العامه، وهنروح بكره عايزين نروح بكره، مش عايزين نأجل يوم السبت، عايزين نروح بكره. انتوا عايزين بكره؟ اتفضل يا صاحبي. اتفضل. يعني ترددت في الاوساط العماليه في الفتره الاخيره ان اتحاد العمال اتحاد العمال الحكومي متوجه تأييد احمد شفيق ضد محمد مرسي. ايه راي حضراتكم في ده؟ ومؤتمر عمال مصر هل ناقش ده وهو بيشمل 257 وخلص كده على فتره تصفيه مش قليله؟ هل مؤتمر مصر يظهر في ده؟ وايه رايكم في التوجه بتاع الاتحاد في بص انا هقول لك على حاجه، هو في تصريح طلع في الوفد وانا رديت عليه. الاخ خالد حسن ان احمد عبد الظاهر قال له ان احنا عملنا توجيه للعمال انهم يصوتوا زي ما هم عاوزين، بس ما عدا بس ياكدوا على التصويت لشفيق وما يصوتوش لا الحمدين ولا المرسي. فقالوا طب حمدين ليه يا ريس؟ قالوا لانه مع الحريات النقابيه. فانا لما خدوا ردي قلت لهم اولا يا ريت يكون عمل توجيه زي ده، واذا كان التوجيه ده حصل يبقى ده تفسير لارتفاع اصوات حمدين في صفوف العمال، لان احمد عبد الظاهر لما يقول للعمال ما تصوتوش لحمدين العمال يصوتوا لحمدين على طول. كده فهمت ليه العمال كانوا بيصوتوا لحمدين؟ هم ما سمعوش كلامي لا انا ولا كمال ابو عيطه ولا نبيل عبد الغني ولا صلاح ولا الناس دي، هم سمعوا كاحمد عبد الظاهر فعملوا عكسه. بالك؟ اما بقى ان هو يصوت لشفيق، انا طالبت بيان رسمي لانهم هم الجماعه بتوع اتحاد بتوع اللجنه المؤقته. اولا انا قلت ان اتهمت احمد عبد الظاهر انه بيتهم صفه غير صفته، لانه بيقول عن نفسه رئيس اتحاد وهو ليس رئيس اتحاد، هو رئيس لجنه مؤقته وغير قانونيه، ومن ثم مش من حقه انه يقول ان هو رئيس اتحاد.
الحاجه الثانيه بقى فيما يخص احنا موقفنا ايه من الانتخابات، احنا ناقشنا ده امبارح في السكرتاريه العامه لمؤتمر عمال مصر الديمقراطي، وقلنا ان احنا هننخرط في كافه المناقشات والفعاليات الخاصه بالقوى الوطنيه اللي بتتم هذه الايام، وان هو هيكون موقفنا ملتزما مع موقف القوى الوطنيه المصريه. لو قالوا هنقاطع هنبقى شركاء في القرار. احنا لو ما فيش اي اسئله، لو ما في لا غير الصحفيين لا. ندى عايزه سؤال؟ يا ريت النبي ندى. يحضروا فين؟ انا وجهت دعوه للاثنين في الشروق لم يحدث. انا ما املكش ان انا اوجه دعوات. حقيقه الامر ان منظمه العمل الدوليه بتنظم فعاليه الحريه اللي هو الندوه بتاعت الحريات النقابيه، فبتفكر ان هي تدعو ليها بعض الاعلاميين من مصر. هل هيدعوا ولا مش هيدعوا هم حرين، ده مسالتهم، انما انا لا علاقه ليا بالموضوع. ما كلمتش حد من الشروق. لو كنت كلمت حد من الشروق كنت هكلمك انت يا ندى. طب في سؤال يا استاذ كمال، موقع البرهان ووكاله اخباري للصحافه الشعبيه، على حسب المعلومات اللي وردت لنا ان كان في وفد من الحريه والعداله اجتمع ببعض الاخوه من الاعضاء النقابات المستقله في اسكندريه. هل هذا اللقاء بيثمر عن في ضغط من جانب النقابات المستقله على الحزب الحريه والعداله لخروج قانون الحريات للنور؟ ده صحيح، مش بس في اسكندريه، في عدد كتير من المحافظات. احنا طالبنا اعضاء مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ان هم يلتقوا بممثليهم في محافظاتهم عن الحريه والعداله، ويطالبوهم باصدار قانون الحريات النقابيه بما يتوافق والاتفاقيات الدوليه 87 و98. ولكن زي ما انا قلت رديت على الاستاذ محمد ان احنا ما نعرفش هم وصلوا فين، وده غلط، لان هو المفروض يبعت لنا، المفروض يحطنا في الصوره. طب انا بسال الصحفيين هل وصلكم اي؟ هي لجنه سريه لجنه القوى العامله ولا ايه يا جماعه؟ يعني سريه. طب شكرا يا نانسي. في اي اسئله ثانيه؟ شرعيه النقابات المستقله ايه لغايه دلوقتي؟ شرعيتها ايه؟ هل هي معترف بيها؟ شرعيه النقابات المستقله تستمد شرعيتها من ان العمال كونوها باختيارهم ومن اعلان الحريات النقابيه. اللي انا بساله بقى مش شرعيه النقابات المستقله، السؤال الذي يسال شرعيه اتحاد العمال بعد حله وايضا بعد حكم المحكمه الدستوريه، وده السؤال. احنا الان في حاله فوضى نقابيه. من لا يملك يعطي من لا يستحق. من لا يملك يعطي من لا يستحق. شكرا يا جماعه. الف شكر.